بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده اكلة السمك الحلوة دي بتتبيلة حلوة جدا، تنفع في كل انواع السمك، مقلي او مشوي او سمك شرايح كده مخلية، يعني سمك فيليه. وهنعمل كمان معاه سلطة حلوة جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم. تابعوني لاخر الفيديو. ولو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. يلا نشوف الطريقة. التتبيله اللي معايا عباره عن فلفلايه خضراء ومعلقتين كبار كده من ورق الكزبره او البقدونس وراس توم. هنا معلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره والملح حسب ذوقك. ومعايا كمان ربع معلقه صغيره من الكركم وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. ما عندكيش كركم وعندك كاري كمان هيكون كويس جدا. وحوالي كده نص فنجان من عصير الليمون، حوالي عصير ليمونتين كبار. هنحط كده الخلطة دي كلها مع بعضها وهنضربها في الكبة. لو عندك كمان فلفلاية حمراء حابة ضيفيها، بس انا ما كانش عندي. ولو بتحبي كمان الخلطة تكون سبايسي، ضيفي معاها فلفلاية حامية. ومعايا هنا طبعا كمية السمك اللي احنا هنتبلها، غاسلينها ومنضفينها كويس بره وجوه وكده. شايفين سلسلة الظهر انا منضفاها من اي بقايا فيها. وبعد كده عاملة فيه فتحات من الناحيتين. بعد ما غسلت السمك وشطفته كنت نقعاه حوالي ربع ساعة في معلقة من الطحينة وشوية مية ورشة ملح وعصرة ليمونة. نقعته كده ربع ساعة علشان الطحينة طبعا بتشيل اي روايح من السمك او الفراخ. وكده تبلته بره وجوه وفي الفتحات علشان لحم السمكة كله يتبل. وهسيبه في التتبيلة دي حوالي ربع ساعة. على بال ما نسيب السمك بتاعنا في التتبيلة، يلا نروح نعمل الرز اللي هناكله جنب السمك. معايا حلة على النار فيها معلقتين زيت كبار او معلقة سمنة، نزلت عليهم كده ببصلاية وسط. شوحت البصلاية لحد ما وصلنا للون اللي احنا شايفينه. بعدين هنزل عليها بكمية الرز اللي انا عايزاها. هشوح الرز لحد ما يتغلف بيه الزيت علشان لما انزل عليه بالمية السخنة ما يعجنش معايا. هغطيه كده بالمية السخنة وبعدين هغطي الحلة واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. والتوابل اللي هضيفها على الرز بسيطة، هي رشة من الكركم والفلفل والكمون والملح. وهنا معايا كوباية الا ربع من الدقيق، نزلت عليها بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة من الكركم ورشة فلفل ونص معلقة من الكمون والملح حسب ذوقك. خلطتهم كده مع بعض وده اللي هنغلف بيه السمك زي ما احنا شايفين. الكركم والبابريكا، الكركم او البابريكا اللي موجود عندك، دول فايدتهم ايه؟ دول بيدوا لون حلو للسمك بعد ما بتحمريه. بدرت السمك كده من الناحيتين. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيت تحط اللايك، حطوا اللايك يا حلوين. بعد كده معايا طاسة فيها زيت سخن. هنزل كده بالسمك بنفضه قبل ما انزل بيه في الزيت. الزيت لازم يكون سخن يا جماعة علشان ده كمان هو اللي هيساعد في جرمشة السمك. وبعدين اخليه على نار متوسطة. اهو زي ما احنا شايفين السمك اخد لون معانا فقلبناه على الناحية التانية. طبعا اللون جميل جدا وطعمه كمان كان اجمل واجمل. جربوا السمك بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. بعد كده بنطلعه كده على مناديل المطبخ. هنعمل السلطة الحلوة دي. معايا كده فلفلاية خضراء حطيتها في شفشق الخلاط او الكبة، وثلاث حبات من الطماطم، عليهم شوية ورق من الكزبرة او البقدونس. وهنا هضيف عليهم نص فنجان من عصير الليمون وهضربهم كده في الخلاط. وخدي بالك من الملح. سامعين صوت جرمشة السمك يا جماعة؟ ده السمك بعد ما حمرناه والسلطة اللي عملناها في الكبة او الخلاط. وناخد بالنا من الملح علشان عصير الليمون اللي احنا حاطينه. أكلة سمك بسيطة لكن كانت لذيذة وفي منتهى الجمال. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك. واللي ما اشتركش في القناة ينورنا بالاشتراك. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.